السلام عليكم. دلوقتي موسم البسلة وعايزة تخزني لك شوية. طب هتخزنيها ازاي؟ هتسلقيها ولا هتسويها على البخار ولا هتشوحيها؟ طب ما تيجي ما اقولك على طريقتي بقى السهلة السريعة اللي هتجيب لك من الاخر وهتفضل معاكي من السنة للسنة زي الفل، ويمكن يا ستي تعجبك. غسلنا البسلة، صفيناها كويس جدا من المية، وكمان الجزر غسلناه وقطعناه زي ما انتوا شايفين كده، ونشفناه برضو كويس جدا من المية. تمام. انا طريقتي اللي هي لا بشوح ولا بسلق ولا اي حاجه خالص، زي ما هتشوفوا كده دلوقتي في الفيديو هعملها ازاي. اقسمها انصاص، يعني انا باخد في الطبخه انصاص على حسب عدد افراد اسرتي. في ناس ما شاء الله اكتر فبتاخد برضو كميه اكتر، في ناس اقل فبتنصص الكميه دي الاقل. كل واحد حسب طبعا ظروف بيته. تمام. بس انا بحب في العموم افرزها انصاص من الكيلوات. فده نص كيلو من البسله، حطيت عليه حوالي 200 جرام من الجزر، لان انا طبعا بعد ما نبدا ندخلها بقى في عمليه الطهي، وهي كده خلاص قربت تستوي ودخلت في السوى، بنزل عليها بحوالي برضو 200 جرام من البطاطس، فبتبقى بسله جزر بطاطس. انا ما بفرزنش معاها البطاطس من دلوقتي، انا بخليها فريش مع الطبخ. وإضافة البطاطس كمكون ثالث يعتبر اختياري، متروك طبعا لذوق كل حد وحبه للأكل ياكلها ازاي، بس هي في كل حالاتها جميلة جدا. وهنعبيها بقى في الأكياس ويلا على جهاز الفاكيوم. الحتتين اللي مكتوب عليهم بوش دول، هو الجهاز هيبدأ بقى يسحب الهواء. وبعتذر على صوت الجهاز لأن هو فعلا كده صوته عالي مزعج شوية، بس بجد عملي ومنجز. تمام، هو نور أحمر كده فخلاص معنى كده إن هو تمام خلص. زي ما انتوا شايفين يعني ما شاء الله انضغط، طلع منه الهواء تماما. وطبعا تقدري تقللي الكمية شوية علشان ما تبقاش الاكياس مكلبظة كده لو هي بالحجم الصغير ده، او تجيبي بقى اكياس كبيرة. ونقدر طبعا نفرز في الاكياس العادية بتاعة التلاجة لو ما عندكيش الفاكيوم. انا هوريكي دلوقتي في نهاية الفيديو اللي كان عندي من السنة اللي فاتت، اللي هي بنفس الطريقة بتاعتي دي. زي ما احنا شايفين برضو الهواء طلع منه، يعتبر برضو لحد ما طريقة سهلة وسريعة. يعني تقعدي عقدة مفتوحة كده وبعدين ايه تخبطي الكيس تخلي الهواء يطلع، هيسحب منها برضو كمية كويسة جدا من الهواء. أهو. تضغطي برضو عشان ايه لو في اي حاجة تانية تطلع. هنا بكاس الفاكيوم وعندنا اللي هي بكاس اللي هنا. تمام. طريقتين، اعملي الطريقة اللي تريحك. دلوقتي زي ما انتم شايفين عملنا اكياس بالثلاث طرق التقليديه بتاعتنا. الطريقه اللي هي بنربط الكيس من فوق عادي كده وبس، برضه نحاول نطلع منه الهواء قدر المستطاع. الطريقه الثانيه اللي هي بتاعه السكينه والولاعه والحاجات اللي احنا عملناها في فيديو اكياس بتاع غلق الاكياس قبل كده. وده اللي هو بيبقى عن طريق الجهاز الفاكيوم اللي هو بيشتغل بالكهرباء، بيسحب الهواء من الكيس ومبقاش فيه هواء خالص، وفي نفس الوقت كمان بيبقى بالشكل المنظم والمرتب ده ومقفول قفله كويسه جدا من فوق. تمام. وهي دي طريقه التخزين البسله كل سنه، كل سنه وانتم طيبين. معلش بعتذر، بعد ما خلصت الفيديو افتكرت ان انا ما وريتكوش بقايا البسله اللي كانت باقيه عندي من السنه اللي فاتت ويمكن اللي قبلها كمان. شايفين ما شاء الله محافظه على شكلها وعلى لونها، ما اتغيرتش ولا اي حاجه. ازاي شايفين؟ يعني الجزر نفس الشيء، بس طبعا الكيس ده عشان انفتح فدخلوا هوا، وبالتالي لما يدخل هوا الكيس بيعمل ايه تلج شويه، يعني بتحس ان فيه تلج خفيف كده. علشان كده بنقول لازم دايما لما تيجي تخزني حاجة طلعي الهواء كويس جدا من الكيس فما يعملش تلج. شايفين جميلة ازاي؟ بنفس الطريقة السهلة السريعة اللي احنا عملناها دي. ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم بإذن الله.